رحيل محتمل لنجم النصر ويفتح باب العودة إلى أوروبا. يدرس أحد محترفي نادي النصر الأجانب فكرة إنهاء تجربته في دوري روشن والعودة مجددا إلى الملاعب الأوروبية مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق العاصمي خلال صيف 2026. وكشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في أخبار الانتقالات أن إدارة النصر قدمت عرضا رسميا لمارسيلو بروزوفيتش من أجل تمديد عقده دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وأوضح شيرا عبر حسابه على منصة إكس أن المفاوضات لا تزال متفوقة في ظل تباين وجهات النظر بين الطرفين حول بعض التفاصيل التعاقدية. وأشار المصدر ذاته إلى أن لاعب الوسط الكرواتي يفكر بجدية في العودة إلى أوروبا رغم إدراكه أن راتبه الحالي يعد عائقا كبيرا أمام هذه الخطورة. وأضاف أن بروزوفيتش سيكون مطالبا بتخفيض راتبه بشكل ملحوظ إذا رغب في استئناف مسيرته داخل القارة الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. وانضم بروزوفيتش البالغ من العمر 33 عاما إلى صفوف النصر في صيف 2023 قادما من انتر ميلان بعقد يمتد حتى يونيو 2026. وخاض النجم الكرواتي 99 مباراة بقميص النصر في مختلف البطولات سجلها خلال 8 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة ليصبح من الركائز الأساسية في خط الوسط. ياسين مرعي الأهلي يسعى دائما لحصد كل الألقاب. أكد ياسين مرعي لاعب الأهلي أن الأحمر يتعامل مع كل البطولات بنفس القدر من الأهمية وأن الفريق يسعى دائما لحصد جميع البطولات. وقال مرعي خلال تصريحاته عبر حسابات الأهلي الرسمية: نتعامل مع كل البطولات بنفس القدر من الأهمية ونسعى دائما للفوز بكل الألقاب، خاصة وأن جماهير الأهلي اعتادت دائما على الانتصارات وهو ما يجعلنا نتسابق لتقديم أفضل ما لدينا. وأضاف: ينتظرون جدول حافل بالمواجهات القوية بعد فترة كأس الأمم الإفريقية وفترة مضغوطة للغاية مما يستوجب تجهيز الجميع وجماهير الأهلي دائما متابعة كل المباريات. وأضاف أيضا: رسالتي لجماهير الأهلي أن يستمروا في دعمهم للفريق ومساندته كما تعودنا منهم ونتعهد بأن نقدم لهم كل ما لدينا من أجل الفوز بالبطولات وإسعادهم. هالر يغيب عن كوتيفار في إفريقيا. أعلن منتخب كوتيفار غياب مهاجمه سباستيان هالر عن المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستبدأ في المغرب بعد أيام، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ خلال آخر مباراة خاضها مع ناديه في الدوري الهولندي، وذلك قبل التحاقه بمعسكر المنتخب. واضطر هالر إلى إعلان انسحابه رسميا من البطولة ليقرر الجهاز الفني المنتخب الأفيال تعويضه باستدعاء مهاجم أستون فيلا إيفان غيسان من أجل دعم الخط الهجومي خلال المنافسة القارية. ويخوض منتخب كوتيفار منافسات البطولة ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات الكاميرون وموزمبيق والجابون، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية رغم غياب أحد أبرز عناصره الهجومية. سلوت يغلق باب الجدال عن محمد صلاح احتراما لمصر ويؤكد افتقاد ليفربول لخدماته. عقد المدير الفني لنادي ليفربول الهولندي أرن سلوت عن مؤتمر صحفيا صباح اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، ووسط ظروف صعبة يعاني منها الفريق بسبب الإصابات والغيابات المؤثرة. وبالطبع كان أول سؤال فور وصول المدرب الهولندي عن صاحب الحدث الأهم داخل قلعة الريدز وهو النجم المصري محمد صلاح رغم عدم تواجده حاليا مع الفريق. 40 مليون يورو ضحية كل موسم. ريال مدريد الأكثر تضررا من الإصابات في أوروبا. الإصابات ضربت عنق ريال مدريد بقوة في السنوات الأخيرة. كشفت تقارير الحديثة عن أرقام صادمة تتعلق بتكلفة الإصابات في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الخمس الأخير، حيث تصدر النادي ريال مدريد القائمة من حيث الخسائر المالية الناتجة عن غياب لاعب بسبب الإصابات، متفوقا حتى على غريمه التقليدي برشلونة بفارق كبير، في مؤشر يسلط الضوء على حجم المعاناة البدنية والاقتصادية التي يعيشها الأندية الكبرى في ظل ضغط المنافسات المتزايد. وبحسب التقارير والمصادر عن شركة هاودون العالمية المتخصصة في الوساطة التأمينية، فإن إجمالي تكلفة الإصابات التي تعرض لها للريال مدريد خلال آخر 5 مواسم بلغ نحو 168.67 مليون يورو مقابل 122.99 مليون يورو لبرشلونة خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تجعل النادي الملكي في وضع أسوأ من حيث الأعباء المالية المرتبط بإصابات اللاعبين مقارنة بغريمة الكتالوني. الاتحاد الإفريقي يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة المباريات في مسابقته. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا
من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يفيد بالقائمة المحدثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من 1 إلى 3 والتي يحق الاختيار من بينهما لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي. وضمت القائمة الملاعب التالية: استاد القاهرة الدولي، استاد 30 يونيو، استاد السلام بالقاهرة، استاد السويس، استاد برج العرب بالإسكندرية، واستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كما تم اعتماد الملعب الفرعي لاستاد 30 يوليو لاستضافة مباريات الناشئين والكرة النسائية. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على اعتماد ملاعب أخرى عقب استئنافها للمعايير والاشتراطات التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات. وفي النهاية يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.